سادة رئيس المجلس ديال المدينة السيد هادي، سادة المستشارين ديال مدينة الرباط، المواطنات والمواطنين، نحن في الجمعية الوطنية لحملة شهادات المواطنين بالمغرب فرع الرباط لابد من نوضحوا واحد المسائل. حنايا فاش جينا لهنايا لسنا من هو الاحتجاج، حنايا ما لسنا من هو الاحتجاج، بل بأن هذا الشكل فرض علينا، أعطينا رسالة في الأول ولم تستوعب. نحن في الجمعية الوطنية لحملة شهادة المواطنين نرفض أن نتموقع على أي إطار سياسي كيفما كان. نحن أبناء الجماهير الشعبية، نحن نرفض التشغيل بالزبونية، نحن نرفض التشغيل بالمحسوبية، نحن نرفض التشغيل بالمحسوبية، نحن نطالب بديمقراطية في ميدان التشغيل للإشارة وسياسة ضوئية بالإشارة. فنحن منذ 2008 لم نقم في مجموعة من الأشكال، منذ لقاء 23 دجنبير 2008 الذي جمعنا مع والي ولاية الرباط سند مرسل، بحيث التزم خلاله بتشغيل كافة المعطلين فرع الرباط في غضون سنة. بحدود ساعة لم نلمس أي تعاطي من هذه الوعود سوى منصبين يتيمين. أعطيت وعود بحيث إعطاء الفرع حصة معقولة كما قلت بإبناج بغضون سنة، لكن لا شيء تم من هذا. منصبين يتيمين، 3 مناصب أعطيت لم تفعل، منصب واحد رفض بذريعة السن، مجموعة من المناصب تبخرت. للإشارة نحن أبدينا حسن نية، لكن يبدو أن المسؤولين وخاصة الولاية بأنها أصبحت بارعة في المناورة وربح الوقت وزرع التيئيس والإحباط في صفوف المعطلات والمعطلين من مفاقد المسلمين. آخر معطى هو بأنه هذه النضالات هذه الأشكال الاحتجاجية كما قلنا لسنا من هواة الاحتجاجات، بل يفرض علينا هذه الأشكال. نذهب إلى الحوارات، مجموعة من الحوارات تحدد ولا يلتزم المسؤولين بها، مجموعة من الوعود لا يلتزم المسؤولين بها. منذ سنة 2008 إلى حدود سنة 2011 عاد احنا جينا بأن بغينا نوصلوا الصوت ديالنا بالحناشر ديالنا بالسواعد ديالنا للمسؤولين عن ملف التشغيل محليا، سلطة الولاية ومنتخبين. مطلبنا بسيط، هو حوار جاد ومسؤول على أرضية ملفنا المطلبي على أساس تنفيذ الوعود التي التزمت بها الولاية، وهي تشغيل كافة معطلي الفرع في غضون سنة. حنا اللي كنقولوا التشغيل بإطار الوظيفة العمومية باش ما يجيش شي حد ويتهمنا بأننا نحن عدميين. حنايا نهار الدولة ما تبقاش تخدم بإطار الوظيفة العمومية، حنايا نشوفوا تليشاهد، ولكن مهما كاين الوظيفة العمومية مازال الدولة، إذا لماذا نحرم نحن كأبناء الجماهير وبنات الجماهير وتثبت الجمعية الوظيفة العمومية وتثبت الجمعية كما قلنا بأن مطلبنا بسيط، وهو حوار جاد ومسؤول على أساس إدماج كافة معطلي ومعطلات الفرع المحلي دون قيد أو شرط. وفي حالة عدم الإنفاق لأصواتنا وعدم التعامل إيجابي مع أشكالنا النضالية
فليتحمل الكل مسؤوليته. سلطة الولاية ومنتخبين عن المجلس يتحمل مسؤوليتهم بما ستعود إليه الأوضاع. ومرة ما صدق وتحية نضالي.